غسلت أمي ودفنتها حية. هتقولولي ازاي وليه عملتي كده؟ الموضوع كبير قوي. أمي عذبتني عذاب السنين، هي ومرات خالي. أمي كانت ودانها ما بتسمعش إلا كلام الناس، وكانت بتأذيني. طب عملت فيها كده ليه؟ تعالوا نعرف القصة كاملة، وليه دفنت أمي حية. اهلا بيكم معايا في قصص وحكايات هدى. بس قبل ما اقول اي حاجة، تعالوا نصلي على النبي كلنا في الكومنتات، عليه افضل الصلاة والسلام. قصة النهاردة غريبة جدا لبنت ندمانة على اللي عملته في امها، بس بتسأل هل يا ترى انا غلطانة؟ طب يا ترى امي كمان غلطانة وهتتحاسب على اللي عملته معايا؟ بتقول انا امي اترملت وانا عيلة صغيرة، ما كانش لينا اي مأوى ولا اي حتة نعيش فيها غير بيت خالي اللي كانت قاعدة فيه جدتي وخالي ومرات خالي. امي خدتني بعد ابويا ما مات، لان ابويا كان ارزاقي ورحنا عشنا معاهم. كانت امي عاملة خدها مداس ليهم علشان خاطر الاكل والشرب، وعلشان محدش يطردنا، وهنعيش ازاي وهنروح فين ونيجي منين. فكانت عايشة مطاطية زي ما بيقولوا. مرات خالي كانت ست وحشة جدا، كان عندها 3 بنات وولد. وجدتي كمان كانت شديدة، وأنا اتحملت ال3 دول، جدتي وأمي ومرات خالي. خالي كان بيصرف علينا، والموضوع ده ما كانش عاجب مراته خالص. أنا كنت حلوة وكنت صغينونة كده كيوتة، كان الكل بيحبني. بنات خالي ما كانوش حلوين قوي. كنت زي اي طفلة بجري وبلعب وبتنطط، وكان شعري جميل جدا. وبنات خالي كان شعرهم وحش قوي. المهم بقيت ألعب واجري أنا وابن خالي لحد ما وصلت سن 13 سنة. وأنا في سن ال 13 سنة عادي برضو كنت طفلة وبلعب. لعبت أنا وابن خالي على السطح، وفجأة لقيت مرات خالي واحنا بنلعب، وكنا بنلعب بكورة وبعجلة ولعب أطفال مفيش فيه أي حاجة. جت مرات خالي ضربتني وشدتني من شعري وجريت على أمي. شوفي بنتك شوفي بنتك، شفتها بتلعب لعبة عريس وعروسة مع ابني. انا مش فاهمة يعني ايه عريس وعروسة مع ابني. امي مسكتني وفضلت تضرب فيا وتضرب وتضرب وتضرب، وحبسوني في اوضة. انا ما عملتش حاجة يا امي، بتضربيني ليه؟ قعدت تضربني وانا برضو مش فاهمة هي ضربتني على ايه. كبرت شوية، وصلت لسن ال17، وبرضه لازالت أمي بتسمع وبتدي ودنها لمرات خالي اللي دايما مقوياها عليا، لدرجة إن أنا كرهت أمي. كرهتها من كتر ما هي بتسمع للناس وتطبق اللي سمعته بضرب وإهانة وشتيمة. وآخر مرة طبعا كانت المرة الصعبة اللي قضت عليا، هي إن ابتدى يجيلي عرسان كتيرة جدا. والعرسان رغم إني بلبس أوحش لبس، وان مرات خالي دايما عامله ولادها هم ملكات البيت، وانا زي الخدامه سندريلا، فكان بشكلي ده وبلبسي الوحش ده برضو العرسان كانت بتجيلي. فكانت مرات خالي متغاظه ان ليه بشكلها الوحش دون في لبسها، لكن انا ولادي بيلبسوا احلى واغلى لبس وبرضو بيجيلها عرسان. طبعا مرات خالي فضلت تزود القسوة عليا وتسلط امي، لحد امي ما جت في مرة راحت جايبة شعري وقصت لي شعري خالص زي الولاد. بقيت اشوف شعري بيتسقط قدامي وهي بتقصه بالمقص، وانا ببكي ليه يا امي ليه تعملي كده؟ انا ما عملتش حاجة. ايه ذنبي ان بيجيلي عرسان وعيالها لا؟ ايه ذنبي ان انا حلوة وعيالها لا؟ وهي كانت بتضربني وتزيد في الضرب، ومرات خالي تزيد في الكره وانا كمان اكرهها. من هنا بقى ابتديت احس ان انا خلاص اتخنقت، واني فعلا محتاجة اني انتقم من كل دول. فضلت كده اعيش لحظات الانتقام لحد ما وصلت سن 20 سنة. كل ده وانا كابتة جوايا الانتقام اللي عايزة انتقمه من امي ومن مرات خالي. بس امي اكبر، لان امي المفروض عارفاني، المفروض انا بنتها تكون حنينة عليا وتكون الطف من كده. لكن مفيش فايدة، لحد ما وصلت سن ال20 وبرضو العرسان ما كانتش بتسيبني. المهم والدتي جالها غيبوبة سكر،
وجريت على المستشفى. في المستشفى طبعا عايزه اقول لكم ان خالي قال لي روحي عيشي مع امك وعيشي بامك، انا ما مش هقدر اسيب شغلي ولا مراتي تسيب البيت وتقعد تخدم في امك في المستشفى. في اللحظات دي يا جماعه عايزه اقول لكم ان العذاب اللي انا شفته مدى حياتي ده خلى عندي تبول لا ارادي وانا في سني ده، لان حالتي النفسيه كانت وحشه جدا واتاثرت جدا باللي كان بيجرالي من مرات خالي وامي وخالي اللي كان عامل زي الجندي المجهول، يعمل العملة او يسويها ويجي هم يطبقوها عليا. المهم قعدت مع امي في المستشفى لحد ما قامت، ومن هنا الدكتور ابتدى يحذرني ويقول لي ان والدتك ليها حقنة لازم تاخدها وليها ادوية لازم تمشي عليها ونظام غذائي، والا هيجيلها غيبوبة سكر لو ما اخدتش الحقنة دي. طبعا من هنا بقى انا ابتدى يجيلي احساس الشماتة في امي. هتقولولي ليه وازاي؟ هقول لكم معرفش، انا ابتديت اشمت فيها واحس ان اللي فيها ده ذنبي ويا ريت يجيلها اكتر، وعقبال مرات خالي وخالي وعقبال كل من اذاني في حياتي. طبعا روحنا البيت وابتديت اديها الادوية، لكن برضو جبروتها لسه فيها. قلت لا بقى من هنا ولازم اخد حقي، الحقنة دي هي اللي هتخلصني منك. وفعلا قلت لا مش هديها الحقنة عشان يجيلها غيبوبة السكر. وفعلا كان هدفي في الاول ان غيبوبة السكر تيجي تنيمها يوم واتنين وبعد كده اديها لها وتفوق، لكن الشيطان لعب بدماغي وقال لي قولي ان امك ماتت، هي لا بتتحرك ايد ولا رجل. وفعلا قعدت اصوت واقول ان امي ماتت، اصوت واقول ان امي ماتت، وكان الدكتور غشيم جدا. خالي يمكن استرخص من الدكاترة وجاب الدكتور اللي اول ما شافها قال فعلا انها توفت، وغسلنا امي. وفي اثناء الغسل صوابعها اتحركت، لكن المغسلة قالت ان دي يعني حلاوة روح، وانا كنت خايفة ومرعوبة لحسن تفوق وتقول ان انا عايشة، ومخططي في اني اخلص منها كان يروح. عفوا. المهم طبعا كفتها وخلاص وقفلت الجريمة بتاعتي ودفناها وهي حية. ايوه، امي كانت حية وانا دفنتها حية. المهم خلاص دفنتها وعدى شهر واتنين وسنة، وفي الأثناء دي ابن خالي اتقدم لي وجوزوني ابن خالي اللي أنا كنت بلعب معاه وأنا صغيرة، وحماتي بقت مرات خالي. لكن بصراحة ابن خالي كان على طول متعاطف معايا عشان كده اتجوزني، يمكن صعبت عليه أو بيحبني زي ما بيقولي. المهم بصراحة حماني من أمه كتير جدا وعززني كتير جدا وخلفت منه 3 أولاد، لكن إحساس الذنب في إني دفنت أمي حية وعملت فيها كده بقى مسيطر عليا. أنا مش عارفة أنا غلطانة ولا أنا إيه، بس أنا فعلا فعلا اللي عملته فيا أمي كان السبب في إن أنا فكرت أنتقم منها الانتقام ده، وأحكم إن خلاص حياتك في الدنيا انتهت عشان أنا ابتدي حياتي، لأنها كانت مدمرالي حياتي جدا، كانت معذباني، كانت على طول بتحاسبني على اخطاء غيري، هي اللي وصلتني في ان انا اعمل فيها كده. فانا عندي احساس بالذنب قوي جدا، وخايفة يحصل لي كده من بنت من بناتي، وان اتدفن في تربتي حية، لاني تخيلت ساعتها ان والدتي فاقت من الغيبوبة بتاعت السكر، لقيت نفسها في مكان ضلمة مقفول مفيش فيه هوا مفيش فيه ده. يعني تخيلت انها قعدت تحفر بايديها في الباب او في الحيطه عشان حد ينجدها. انا اترعبت وانا متخيله التخيلات دي. انا مش عارفه هل يا ترى فعلا والدتي كملت في الغيبوبه وماتت فعلا، ولا فاقت وعملت اللي انا قلت عليه ده؟ يا ترى انا ربنا هينتقم مني؟ يا ترى كله سلف ودين وهيترد لي من بنت من بناتي؟ انا مش عارفه، انا احساس الذنب قاتلني، لكن ربنا عالم انا اتعذبت من امي ومن مرات خالي ومن خالي وجدتي قد ايه. فانا مش عارفه يا جماعه دلوقتي اعمل ايه، افيدوني، انا مش عارفه اطلع صدقه جاريه على امي، يعني اتخلص من الاحساس اللي عندي ده ازاي. هي دي قصه النهارده.
هي صعبة، صعبة جدا، واحساسها مؤلم جدا، بس انا ما عنديش حل. طلعي صدقة جري. بس برضو انا ما اعرفش، روحي دار الافتاء واسألي ايه حكم انك تعملي موقف زي ده، وازاي دكتور يعدي عليه ان هي ماتت ويكشف ويلاقيها ماتت وهي في غيبوبة؟ يعني ازاي؟ ما يمكن فعلا توفت، ما يمكن فعلا توفت لما طولتي عليها وما اخدتش حقنة. معقولة دكتور ممكن؟ هو في دكاترة ممكن تغلط، انا معاكي، بس لدرجة انه يطلع تصريح وفاة وهو كاشف عليها وفعلا متأكد ان القلب وقف والنبض وقف، فازاي؟ انا من رأيي تروحي دار الافتاء وتحكي كل اللي انت حكيتيه ده واللي انت قلتيه ده، وهناك هيفيدوكي اكتر. هي دي يا جماعة قصة النهاردة، واتمنى يكون فيها عظة، وناخد بالنا جدا يا جماعة من نقط، ان ما تخليش يا اي ام يا اي اب، ما تخليش حد يحشي دماغكم او يتخن دماغكم او يحاول يوزكم او يأذيكم في ولادكم. ايوه يأذيكم فعلا، لان ده اذى. لما تبقي بتسمعي للناس وتيجي تطبقيه بضرب وإهانة على بنتك، ده غلط. افهمي بالراحة، اسمعي، اسمعي وافهمي. وانا دايما بشجع ان يعني انصر اولادي على اي حد، حتى لو ولادي غلطانين انا هحاسبهم ما بيني وما بينهم، لكن مش هغلطهم قدام الناس. انا بصراحة مقتنعة بكده، وده انا بطبقه مع ولادي. انا ما بغلطش ولادي قدام الناس. ليه بقى؟ لان الطرف اللي جاي بيغلط اولادي، لو انا غلطت ولادي قدامه بيزيد في الشكاوي، ويزيد في الاتهامات، ويزيد في المشاكل، ويزيد في القرف. فانا ليه؟ ما بيني وبين ولادي غرفة مغلقة بحاسبهم. انا بقى بقعد اقول لهم لا انتوا كده غلط، بس انا مرضتش ان انا اطلعكم غلطانين قدامهم علشان محدش ينتصر عليكم او يستقوى عليكم بعد كده. هي دي المفروض يحصل. وطبعا انتوا اولادكم احرار، كل شخص وليه طريقة في تربيته، بس انا بتكلم عني، انا بعمل كده فعلا. واتمنى ان نكون في القصة دي ناخد فيها حكمة او عظة، علشان ما نظلمش ولادنا ونوصلهم للموقف اللي فيه صاحبة القصة دي. شكرا لكم وشكرا لحبايبي متابعين قصص وحكايات هدى، وانتظروني تاني في قصة جديدة في قصص وحكايات هدى.